السلام عليكم بنات. اليوم راح نسوي طريقة عمل الزردة. أول مرة ناخذ هذا عندي تمن نقعته قبل يوم بكوب القياس. هذا 1، هذا 2، هذا 3 وشوية، يعني نقول 3. هذا 3. هسه راح أبدي أطحنه بهاي الثرمة على مود يصير عندي ناعم. أظل أسويه لحد ما يصير عندي ناعم. بطريقة عمل الزردة عندي 3 أكواب قياس تمن. هذا حطيته هنا، طحنته هنا، وعندي دارسين ومعلقة نشا، معلقة أكل مالت نشا ومبروش، وهنا كوبين شكر وصبغ الزردة وهاي النكهة. ويحتاج من عندي 2.5 لتر ماي. هسه راح اسوي قدامكم. هذا هسه هنا ثامته ومفوره الماي، راح افوره اخليه يغلي وارجع وياكم. هذا بنات بعد ما بدا يغلي عندي راح اذبن التمن اللي طحنته واتركه يغلي شوي. هسه بنات اظل احرك بيه حتى تروح هاي التكتلات كلها اللي تصير بيه. وهاي بنات يبقى بالتحريك مستمر، شوي احرك بيه. هسه راح اذب له الصبغ وشوية على ما اذب الشكر. وهاي بنات بالخاشوقة مالت الشاي راح اذب له شوية صبغ، ولا احتاج احط له بعد. هسه راح ابدا حركه حتى ياخذ لون. هذا لونه، هاي هي بعد ما احتاج، ما اريده كلش اصفر هذا. وهسه ابقى احرك بيه على ما شوية تقرب وتستوي وتطلع ريحة الهيل بيها والنكهة. بعد ما فارت واخذت هذا اللون راح اذب عليها الشكر. ابدي احرك حتى يذوب. الخلاص الثاني محركه. هاي الشكر ورا الرغبة، أنا هسه زودتها بعد، ريتها شوية حلوة، هم يحبوها الحلو. يعني سويتن 3 قلاصات، انتم بكيفكم تردون 3 تردون 2 ورا الحالات تردونها. عندي هذا النشا قلنا خاشوقة، راح اذب عليها نص استكان مي. اخبطها واخر هاي كل التكتلات بيها، وقبل لا انزلها بربع ساعة اذبها عليها. ما صارت هيك تطلع فقاعات، اذب بالنشا واخبط. واخبط اظل احرك بيه حتى ما تصير تكتلات بيها. وهسه راح اطفي النار
وأصبها وأزينها قدامكم. وهذا الماعون بعد ما راح نصبه سهلة وبسيطة وطعمها طيب. نحتاج هاي احنا بشهر عاشور نسوي بيها. هسه نبدي نزين. هسه آخر مرحلة ذب عليها دهن الحر. وهاي إن شاء الله تعجبكم. آخر مرحلة إن شاء الله تعجبكم. حبيتوا الطريقة وسهلة وسريعة وكل واحد يسويها. مماتها كلش سهلة وبسيطة. ومع السلامة بنات.